اوف، دي عيشه تزهق. ايه مالك يا احمد؟ والله يا علي انا زهقت من العيشه دي، اللي ما فيها حاجه بتتغير. آه، صدقت. كل يوم بيفوت زي التاني، مفيش في حياتنا حاجة جديدة. لو كان لينا اولاد كانت حياتنا بقت سعيده. اسمتنا كده، هنعمل ايه؟ ايوه، اسمتنا كده، مع اننا ميسورين وحياتنا كويسه. ادي حال الدنيا، اللي عنده مال يبقى محروم من العيال. واللي ما عندوش مال يبقى عنده كوم عيال. دي حكمة ربنا يا احمد، وحرام اننا نعترض عليها. استغفر الله العظيم. شوف مين يا عثمان. حاضر يا ست هاني. آه. مين يا عثمان؟ دي الدادة اللي بعتتها الست والدتك. خليها تيجي هنا. ايوه حاضر، اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضلي يا دادا. اهلا بيك يا استهاني. الله، ودي مين الاموره اللي معاكي دي؟ دي بنتي امال. اتفضلي اقعدي. متشكره يا هاني. انت بتعرفي تطبخي؟ بعرف اطبخ واشتغل كل حاجه في البيت. عال قوي. تحبي تاخدي اجره قد ايه؟ والله يستهنم اللي حضرتك تقولي عليه. يعني كنت بتاخدي كام قبل ما تيجي هنا عندنا؟ انا ما اشتغلتش قبل كده وما اعرفش انتوا عاوزين تدفعوا قد ايه. احنا مستعدين ندفع لك الاجره اللي تطلبيها. وانا مستعد اخد اللي يطلع من ذمتك، بس والنبي يستهنم انا ليا طلب واحد وخايفه لما توافقيش عليه. ايه هو؟ انا ما حلتيش غير بنتي دي وما اقدرش اسيبها لوحدها في البيت. احنا موافقين انها تقعد معاكي على طول. بالعكس، ده وجودها معانا يسعدنا خالص. غريبه قوي. الله، ايه هو اللي غريب؟ اصل لا مؤاخذه يا بيه، يعني في ناس كتير قوي مرضوش يشغلوني وانا معايا بنت. لازم الناس دول عندهم اولاد. وانتوا ما عندكوش؟ لا، وعشان كده بنحب الاولاد الصغيرين. من ناحيه دي اطمني. كتر خيركم. ومن ناحيه الاجره انا هديكي 7 جنيه في الشهر. وجنيه كمان علشان امل. كتير قوي يا احمد. ولا كتير ولا حاجه. واذا احتجتي اي حاجه تانية احنا تحت امرك. كتر خيركم يا ست هانم. ميعاد الزيارة في السجن ابتدى. والنبي يا اخويا لو سمحت، انا عاوزه جوزي ازوره، محمود زينهم. اهو قدامك واقف في الشباك نمرة 3. كتر خيرك يا اخويا. ازيك يا محمود؟ الله يسلمك يا سنية، ازاي حالك؟ الحمد لله، مش ناقصنا غير وجودك معانا. ازاي بنتي امال؟ عال قوي ونفسها تشوفك. طيب ما جبتهاش معاكي ليه؟ انا عايز اشوفها. النوبه الجايه ان شاء الله هجيبها معايا باذن الله. طيب انت بقى عايشة ازاي؟ الحمد لله، بشتغل دادا عند ناس طيبين قوي. والبت بتسيبيها فين؟ باخدها معايا، والبه والهانم بيحبوها قوي وبيشتروا لها فساتين جديده وحاجات حلوه قوي. كده طيب كتر خيرهم. مش عاوز فلوس يا محمود؟ لا انا مش عايز، كتر خيرك. في حاجه مهمه عايزه اقولها لك يا محمود. حاجة ايه؟ اتكلمي. الجماعه اللي بشتغل عندهم مالهمش ولاد. طب واحنا من؟ انت مش مرتاحة عندهم؟ مرتاحه خالص، بس هما يعني بيحبوا امل قوي. والله اللي يحب بنتنا نحبه واللي يكرهها نكرهه. ايوه بس هما يعني كده يعني يعني هما ايه؟ يعني ما تتكلمي يا سنية. بيقولوا يعني انهم عايزين يربوا البت احسن تربيه. الله، وهي قليلة التربية يعني عشان يقولوا الكلام ده؟ لا يا محمود، دول قصدهم يدخلوها المدارس ويعلموها احسن علام. طب ومال، وانا ما عنديش مانع يا سنية. دول قصدهم يعني يا محمود يعني ايه يا سنية؟ ما تتكلمي دغري. قصدهم يعني يتبنوها. ويتبنوها ازاي؟ يعني تبقى زي بنتهم ويكتبوا لها املاكهم وانا وانتي ما نبقاش ابوها ولا امها؟ لا ابدا، احنا برضو هنبقى اهلها الحقيقيين. وهم بقى اهلها التقليد. حاجه زي كده. وايه الفايده اللي هتجيلنا من الشغلانه دي بقى؟ البت هتتربى احسن تربيه وتتعلم احسن علام وهيكتبوا لها املاكهم. لا انا مش موافق يا سنية. ليه يا محمود ليه؟ دي بنتك والاصول انك توافق عشان مصلحتها. طيب علشان مصلحتها انا موافق، بس بشرط